السلام عليكم ويسعد مساكم جميعا. إن شاء الله بتكونوا بخير وصحة وسلامة من وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض واحدة من أشهر أنواع الحلويات التركية. حنعمل مع بعض حلا البيانو. طبعا هو اسمه حلا البيانو لأنه لونه أبيض وأسود. طريقة جدا جدا سهلة. لنشوف الطريقة ونعرف أهم أسباب نجاح هاي الكيكة. تابعوا معي الفيديو للآخر ويلا ناخد مع بعض المقادير. أول شي عندي 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة، عندي كوب معياري من الطحين، 3 كوب سكر، ربع كوب من الزيت، 125 مل من المي السخنة ما يعادل نص كوب تقريبا، عندي معلقتين صغار من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الفانيلا، وعندي رشة ملح. عندي كوب المعياري اللي أنا مستخدمته يعادل هذا الكوب، هذا الكوب تقريبا معروف بكل بيت فموجود، يعني أنا لما عايرت الطحين إجا معي هذا الكوب. تمام. المي صبايا سخنة بتغلي يعني قلبت معك حنستخدمها. اول شي حنخفق البيض، انا بس حسرع الفيديو بس عشان الفيديو ما ياخد معنا وقت طويل. اوكي، حطيت الفانيلا وحطيت 3 كوب من السكر، انا حكتب لكم جميع المقادير تحت بصندوق الوصف، بس انزلوا تحت الفيديو حتلاقوا جميع المقادير مكتوبة تحت الفيديو. تمام. بضل أخفق فيه صبايا لمدة تقريبا 4 5 دقايق ليتكون معي خليط أشبه باللون الأبيض يعني. بضيف الزيت تدريجي، بعدين بضيف المي السخنة، كيف ما قلت لكم مي سخنة بتغلي. تمام. هلا الناس اللي بتخاف تحط مي سخنة ممكن تستخدموها دافية، ما في أي مشاكل. إذا بقى استخدمتها بكيكة الشوكولاتة، يعني ما شاء الله التطبيقات إجتني إشي ما شاء الله يعني كتير عجبني. حنعمل نفس القاعدة اللي عملناها بكيكة الشوكولاتة. تمام. هلا ليش حطينا مي ما حطينا حليب؟ لانه احنا حنسقي الكيكه بالحليب والشوكولاته، فما بدنا انه يكون الحليب مبالغ فيه. حطيت انا كوب من الطحين ومعلقتين الكاكاو الخام والبيكنج باودر، نخلتهم ضروري دايما باي كيكه انه الطحين ينتخل. هلا صبايا مش من المفروض انه الطحين ينخفق كتير. هلا انا هون حطيت بس رشة الملح. بمجرد ما اندمجت معي المكونات، شايفين انا يا دوب دقيقة واحدة بس، هذا مسرع الفيديو. تمام. وبكمل خفق بالسباتيولا او بالويسك لو عندك، بس المهم مش بالخفاعة الكهربائية. تمام. بدمج كل المكونات مع بعضها البعض. خلص هيك بتكون عندي جاهزة. هاي مجرد قاعدة، يعني احنا دايما بنعملها. سبق قلت لكم هذا اذا بدنا نحط فوقها شيء. هلا انا بس دهنت البايركس بالزيت، اذا برضه مستخوفين حطوا رشة طحين بسيطة. يعني البايركس اصلا ما بيندهن كتير بالزيت لانه اصلا ما بيلزق، ما بنحط له طحين كتير. تمام. هلا صبايا حدخله على الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الثاني، ما حتاخد معكم وقت، هي مش كبيرة الكمية، تقريبا حتاخد 20 ل 25 دقيقة حسب حرارة الفرن عندكم. أنا طلعتها وخزقتها بهذا الشكل، تركتها لتهدى تقريبا، تركتها بدرجة حرارة الغرفة 10 دقايق، خفت درجة حرارتها. شربتها بكوب من الشوكولاتة، كوب حليب عليه معلقة نسكويك أو كاكاو خام، بتحطي له معلقة سكر الموجود عندك، ما في أي مشاكل. الحليب هون عندي سخن والكيكة دافية برضو ما في مشاكل، أو الحليب بارد والكيكة سخنة برضو ما في مشاكل، يعني مو مشكلة. تمام. تركتها على جنب. هلا حنعمل البودنج. حناخد 2 كوب ونص من الحليب لمقاس بايركس وسط. تمام. عندي 3 معالق من السكر او حسب الرغبة، عندي 3 معالق من الطحين، ومعلقة كبيرة مليانة جبل من النشا، نشا الذرة. تمام. حخفق كل هاي المكونات على البارد وحرفع الخليط على الغاز، بضل حرك فيه الصبايا لما يتكون معاي خليط كريمي. تمام. هلا هيك على البارد. هلا انا هون رفعته على الغاز، ضلني حرك فيه صبايا على نار وسط. طبعا ما بنحمل غاز على الحليب عشان ما ينشعط معاكي. تمام. شوفوا صبايا القوام اللي انا بدي اياكم توصلوا له، ونفس الشي بكيكة الشوكولاتة، حترك لكم رابطها تحت للي ما شافها. شايفين هذا القوام؟ في حال كانت معك سائل أكتر من هيك مو مشكلة، بتذوبي معلقة صغيرة طحين مع معلقة صغيرة من النشا بشوية مي وبتحطيهم وبتكملي تحريك. أنا حطيت هون معلقة صغيرة من الفانيلا
وحركته وطفيت الغاز تحته. هلا هون نزلته عن النار وضفت علبة من القشطة او من الجيبر، ما في اي مشاكل. تمام، علبة مليانة. للناس اللي بتتابعني من الجزائر والمغرب، هاي هي علبة القشطة. هلا بس هو اختلاف مسميات، وانا بصراحة مش قادرة اعرف شو معنات قشطة بالمغربي او الجزائري. تمام. هلا صبايا بحركه بصير عندي قوام كريمي. شوفوا كيف بس نضيف علبة القشطة. هلا في حال انه واجهتكم مشاكل، مثل مثلا الخليط بعد ما غلي معاكم ضل سائل، كيف ما قلت لكم بتحلوا معلقة صغيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الطحين بشوية مي، وبتضيفوها مع استمرار التحريك، وبتكملوا على الغاز لما يرجع يغلي معاكم. هلا مشكلة تانية ممكن انه يجمد معكم كتير، بس بتضيفوا حليب برضه مع استمرار التحريك. احنا بدنا يوصل القوام معنا يكون كريم، كيف ما هو واضح عندكم بالفيديو. شايفين كيف؟ بس يا صبايا انا هون طبعا الكيكه كانت شوي بدرجه حراره الغرفه، يعني ما كانت كتير بارده. تمام. هلا انا بس بساوي الوجه بالسباتيولا وبس، حتركها بدرجه حراره الغرفه لتبرد تماما. حتاخد تقريبا نص ساعه، بعدين حدخلها على الثلاجه لمده ساعتين او لليله كامله. ودايما بقولكم الحلويات لما بتضل لتاني يوم كتير طعمها اطيب. انا هون زينت وجهها بالكاكاو الخام. هلا بنقدر نزينها مثلا بفستق حلبي او مثلا بسكوت مطحون او شيء؟ لا ابدا ما بنقدر، لانه هي اصلا اسمها كيكه البيانو. هلا طبعا احنا بنحط الكاكاو الخام بعد ما نطلعها من الثلاجه مش قبل. يعني هون انا بعد ما قعدت عندي تقريبا 4 ساعات اخذت معي بالثلاجه، بعدين قطعتها كانت متماسكه تماما. شايفين كيف؟ طيب احنا بنقدر نستغني عن القشطه؟ ابدا برضه لا، للاسف يعني ما بنقدر نستغني عن القشطه ابدا. يعني القشطة بتعطيها طعم يعني طاغي صراحة. وقشطة سادة بدون نكهات صبايا، يعني بدون نكهة عسل وهي النكهات، لا لا بدنا اياها سادة تكون. شايفين قوام الكيك؟ يعني بصراحة اشي تحفة. تمام صبايا، هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى انه يكون عجبكم. ما تنسوا تدعموني وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر جرس التنبيهات على الكل، حتى يوصلكم من قناتي كل شي جديد بجديد انا بنزله خلال الفترة اللي جاي. صبايا انا حترك لكم تحت بصندوق الوصف جميع المقادير اللي استخدمناها بوصفة اليوم، وحترك لكم رابط حملة 100,000، وحترك لكم برضو رابط جروبي فيسبوك. بتشرفوني وبتنوروني. اي استفسار فيكم انكم تراسلوني على الجروب، بتشرفوني وبتنوروني اكيد. بشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو كتير كتير قريب، وباي باي.